بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الأكارم المتابعين الأعزاء. مباشرة وعلى طول سنتحدث حول القضية التي شكلت رأي عام كبير جدا وأثارت حفيظة الشعب اليمني فيما يتعلق بوفاة المجني عليه رحمة الله عليه الشهيد عبد الله الأغبري. عبد الله الأغبري الذي انتشر فيديو التعذيب للأخ عبد الله الأغبري من قبل الأشخاص الذي كان يعمل معهم في محل بيع جوالات أو تلفونات لمدة 6 ساعات. أبرحوه ضربا حتى وصل إلى مستشفى يوني ماكس الدولي في الرمق الأخير. مواقع التواصل الاجتماعي كانت شديدة البأس على مستشفى يوني ماكس الدولي، وحملت مستشفى يوني ماكس الدولي المسؤولية الكاملة هكذا قالت كونه أصدر تقريره بأن المجني عليه توفي نتيجة الانتحار. اليوم نحن وبحثا عن الحقيقة نتواجد في مستشفى يوني ماكس الدولي بمعية الدكتور الفاضل باسم العامري مدير عام مستشفى يوني ماكس الدولي، وبمعية أيضا مسؤول البحث لدى مستشفى يوني ماكس الدولي، وبمعية أهل المجني عليه أو شقيق المجني عليه الشهيد عبد الله الأغبري، شقيقه الأكبر وشقيقه الأصغر. أنا وأنتم في هذه اللحظات لنصل إلى الحقيقة التي يجب الوصول إليها. في هذه اللحظات سيتحدث إلينا الدكتور باسم العامري مدير عام مستشفى يوني ماكس الدولي. دكتور باسم. طبعا احنا بجد ندين الجريمة البشعة التي قام بها البناء ضد المجني عليه عبد الله الأغبري، وكما أيضا ندين المنشورات والشائعات الباطلة والكاذبة ويعني شهود الزور في وسائل التواصل الاجتماعي. ندين هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل كل من ينشر شيء ليس متأكدا منه، فنقول لهم كل كلمة تقولها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل مسؤول يعني على كل ما يصدر عنه، وسيحاسب عليه إما في الدنيا أو في الآخرة. نعم. ولن يفلت من ذلك. نعم. يعني ما يخص المنشورات التي نزلت بأن المستشفى قامت بإصدار تقارير نعم. بأنه انتحار وأنه من الإشاعات الباطلة، فهذا كذب وليس له أساس من الصحة، ولم نقم بإصدار لا تقرير ولا إفادة صحية طبية ولا من هذا القبيل. تحدثتم بأن المستشفى كان له دور في إلقاء القبض على الجنان. فعلا المستشفى هي من ألقت القبض على البناء قبل وصول الدولة. نعم. بكافة أجهزتها. مجرد يعني ما الأطباء عرفوا بأن هذا المريض تعرض لضرب مبرح أدى به إلى الوفاة، مباشرة قاموا بإبلاغ الحراسة الأمنية لمستشفى يوني ماكس الدولي. قام ضابط الفترة الليلية بالإمساك بهم والتحفظ عليهم وقام بإبلاغ الجهات المختصة البحث الجنائي مندوب البحث الجنائي في المستشفى، فوصل تقريبا بعد 1.25 ساعة من البلاغ، وقام ضابط أمن المستشفى بتسليمها لمندوب البحث. بدور مندوب البحث قام بالتواصل مع الجهات الأخرى الأدلة الجنائية والمنطقة، فقمنا بتسليمهم لمنطقة الشعوب رسميا. نعم. جميل. إذن هذه هي الخلاصة. المشاهدين الأكارم المتابعين الأعزاء، أتجه بكم في هذه اللحظات مباشرة إلى شقيق المجني عليه الشهيد عبد الله الأغبري. يتفضل الأخ وهيب قائد الأغبري. تفضل أستاذ. نشكركم على تفاعلكم معنا، ونشكر أيضا إدارة المستشفى. حسبنا دورنا إدارة المنطقة الخامسة بأنه حسب سؤالهم كيف تم القبض على المذكورين، فقالوا إدارة المستشفى هي من أبلغتنا ومن حفظت على المسعفين الاثنين، وتحركت وتألقى القبض عليهم، والقضية مشت على ما يرام. أشكر إدارة المنطقة الخامسة وبحث المنطقة الخامسة على كل اللي عملوا في عدم وجودنا. طبعا وحولوا القضية إلى النيابة، وهي الآن في نيابة شرق الأمانة، وبالأخير نطالب بالقصاص من المجرمين. المستشفى لم يصدر تقرير. المستشفى لم يصدر تقرير. المستشفى حررت مذكرة من المنطقة الخامسة، مذكرة قبل يومين بإصدار تقارير، وأنا من تابعت هذا الكلام. والمذكرة برفقة يعني يمكن لكم صورة من معي صورة منه. نعم. على أساس إنه يتم تسليم التقرير لمندوبنا مذكور الشخص مرسل من البحث المنطقة الخامسة.
نعم. مرسل باسمه المذكرة على أساس تسلم اسمه، لم تسلم تقرير ولم يفرض تقرير، ولكن هناك وهذه صورة المذكرة. نعم. ويسلم لمندوبنا فلان ولم يصدر على التقرير لحد الآن. دائما. نعم. إذن حتى اللحظة لم يصدر التقرير. نعم. نعم. فهناك يعني إشاعة على المستشفى، فأنا أشكر إدارة المستشفى وأشكر لولا إدارة المستشفى تحافظ على المجرمين اللي هم كانوا مسلمين لما وصلنا إلى ما وصلنا. إذن سلم. مشاهدينا الأكارم المتابعين الأعزاء، هذه هي المذكرة التي طلبت مستشفى يونيماكس الدولي بإصدار تقريره بعد الضجة الكبيرة التي حدثت في مواقع التواصل الاجتماعي. سنكون معكم أولا بأول وسنوافيكم بالتقرير الذي سيصدره مستشفى يونيماكس الدولي. في هذه اللحظات أنا وأنتم سنتجه إلى ضابط البحث في مستشفى يونيماكس الدولي الفندم مجيب الرحمن. فندم مجيب، السلام عليكم. مباشرة بدون أي مقدمات تحدث للمشاهدين والمتابعين حول جريمة. والله يا عزيزي، نعم، بالنسبة للجريمة هي قد بقيت وتم ضبط الجناه في وقت وحينه. وبالنسبة ليونيماكس هو متجه الضبط. مستشفى يونس يقبل السيء والطيب أثناء علاجه، ما دره مستشفى هو يعني. هل أصدر تقرير انتحار؟ لا، لم يصدر. هذا ما نريد. أنا عندما علمت أنا بمذكرة من منطقة الشعوب. نعم. أنا ذاك وبلغوني بالمذكرة. نعم. واتصلوا لي بحيث إنه يكون تقرير من المستشفى. نعم. قلنا لا يوجد عندنا تقارير، تمام، إلا في حالة إذا به مذكرة من وكيل النيابة المختصة. نعم. تمام. بالنسبة لأصحاب الشأن، إذن أنتم كان لكم دور في تسليم الجناه. أكيد. أنا أول ما وصلت ضبطت الجناه ابن صاحب المحل، يعني صاحب المحل نفسه والعاملة اللي معاه، دخلتهم عندي في المكتب وغلقت عليهم، فعلا أيضا كلبشتهم. لا ما وصل الطقم قسم الصياح بقيادة مدير القسم، ومن ثم سلمتهم له وأخذت استلام أن أنا سلمت الجناه لمدير قسم الصياح. إذن إلى اللحظة المستشفى لم يصدر تقريرا. لم يصدر تقريرا ولم يضبط. نعم. لعلمك ولم يضبط. الجهات اللي هي الأمنية احنا اللي أنتم أنت كضابط بحث، أنتم اللي ألقيتم القبض. تحفظ عليهم. تحفظت عليه بحيث لما أنت تحفظتم عليه في المستشفى. أكيد. أيوة أكيد في مكتب بحث المستشفى. لما جاء مدير قسم الصياح طبعا سلمنا لهم وأخذنا استلام إنه استلم المتهم. الإجراءات القانونية المتعامل بها. نعم. إذن شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأكارم. سنوافيكم أولا بأول حول مستجدات هذه القضية، وبمجرد أن يصدر مستشفى يونيماكس الدولي تقريره في هذه القضية سنوافيكم وسنطلعكم على التقرير. شكرا جزيلا لكل المتعاطفين ولكل المتعاونين مع قضية الشهيد عبد الله الأغبري، ويستحق منا جميعا كشعب يمني وكجانب إنساني ومنظمات معنية يستحق تضامن الجميع، كون الجريمة جريمة بشعة جدا تندى أو يندى لها جبين الإنسانية. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.